محمد مهيول مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله تفضل. بخير بارك الله فيك. انت مستربين على المغرب وعطيتيني وقيله شي كراد زين. شوف باش نشرح الكونسيبت. احنا دابا قبل الفطور اييه ما خصناش ناكلوا، كنتسناو الاذان ومن بعد كنفطروا. يلا 3 2 1 اي سي مهيول مرحبا بك. الله يبارك فيك. انا فرحان لانك جيتي عندي وغتفطر معايا اليوم. وانا كذلك فرحان انني غادي ندير معكم هذا البرنامج. ما تطولش في الجواب بزاف، قصير باش ما تطولش بزاف. سي بون ما تطولش. ندوي بالاشاره ولا شنو؟ لا ما تطولش في الجواب. يلا 3 2 1 اي سي مهيول مرحبا بك. الله يبارك فيك. شنو المدام كتوجد لك في الفطور؟ الحريره ومن في السحور؟ المسمن. نعم. انت كفنان مغربي معروف كتخرج الزنقه في رمضان، ما كتلقاش مشاكل؟ بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار عادي كنصبر مع الجمهور عادي. نعم. وبالليل؟ بالليل نكون فاطر وهذا عادي. الاعمال ديالك ما كتعتبرهاش في رمضان انها مثلا كدوز في واحد الوقت انه غير مناسب؟ بالنسبه للتصوير ما عندناش حق احنا الممثلين نفرضوا عليهم وقتاش يدوزوا البرنامج. انت طولتي واش غندير؟ كنقول لها نتفرقع. دابا هما كياخذوا العمل يدوزوه الوقت اللي بغاو هما. الله يرحم والدين سي مهيول. لا ما اسمح لي ولكن راه ما خليتيناش نقولوا اكسيون. يلا كتهضر بزاف. يلا اسمح لي. دابا انا كيسولني كنجاوبو وانتم عارضين عليا باش نسكت. واخا سير 3 2. وانت كمخرج الله يرضي عليك الا غادي دير الاخراج صور كلشي ودير المونتاج ديالك. واش بغيتيني ندوز البرنامج معكم؟ اييه عندك الحق والله الا هي هذيك. علاش صورني نجاوبك. لا شوف 3 كلمات 4 باش نحاولوا ما نطولوش. راه حيد منهم النص بالنقص وخليها النص عادي. وانت غتورينا اش غنديروا سي مهيول؟ واحد ما فهمتيش ولا ما نفهمك. يلا نكملوا عافاك 3 2 1 اي شنو علاقتك بالجمهور؟ بزاف بحبها، الناس كيحبوني كيتصوروا معايا في الشارع. نعم. كيتعاملوا معايا مزيان. معنا واحد مجموعه من الجماهير هنا اللي حجات باش تشوف سي مهيول. فقره الكلمه للجمهور. تفضل السي. شكون اللي عنده شي سؤال بغى يسول الكوميدي ديالنا سي مهيول؟ مرحبا. تفضل. بغيت نسولك كيفاش كتعامل مع الفشل في البروجيات الاخرين ديال كتبغي تضحك والناس ما كيضحكوش، واش بصح هذا انت ماشي انا، هذا انت اللي كتبغي دير راسك صحفي وانت والو. هي دابا كيفاش كنضحك وما كنضحكش ما فهمتش. انا ممثل يا بنادم، انا راه ممثل خصك تعرف. ولا بغيت تسال شي واحد ما تستفزوش. واش كتعرف بعدا السي مهيول ولا ما كتعرفوش؟ لا اش كعرف يا ممثل انا. السؤال ديالي غير كيفاش كتعامل مع السؤال كيفاش اش من نجاحات واش من كذا. كيفاش كتعامل مع الفشل وباقي ما كملتش؟ والفشل هو انت اللي ما كتعرفش تدوي، راه انت اللي فاشل. والاسلوب ديالك فيه الاستفزاز. لا بالعكس ما قلتيش هيك. خليه يجاوب. ولاش نشتكو قفتي مالك ما كاين باش. خليه يجاوب. ما كاينش فشل، ما كاينش الاعمال اللي دوزتها فيها فشل ما كاينش. انا كنشوف انا وانا ذوقك عيان. لا ما كان واللي ذوق الاكثريه مزيان. خليه يجاوب. انت الذوق عندك قصديري ما عندكش ذوق. انت ما عندكش ذوق. كون عندك ذوق كون قلت يا استاذ راه داكشي اللي درتي مزيان تبارك الله عليك. باقي ما كملتش السؤال ديالي. بقى كيدوي واحد فنان الفشل راه انت اللي فاشل. باقي ما كملتش السؤال. خليه تيجوب. تفضل اسمي. الفشل ولدي بعمل الفنان اللي كيحس بالفشل. صافي بلا ما يجاوب. صافي خلي بلا ما يجاوب. ناقص. صافي بلا ما تجاوب. سؤالك ما عندي ما ندير به انا. الله واش نكمل السؤال ديالي ولا يبقى داوي بوحدو؟ سير حط الميكرو سير. هي لا كاين شي واحد بعقلو ندوي معاه. نعم. جايب لي هادو خاصهم الحجر ويجيبوا التبركات. عجبك المكان سيدة 64 عام ويلا حلمت به الوقت ويجي إذا كان مبتدئ في الصحافة في البداية يقول السلام عليكم. هذا ما سلمش أدخل الفشل ديريكت. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. كيفاش كتعامل مع الفشل ديالك اللي كنشوفوه حنا؟ عاودك كدير. الله يخليك. صافي سالينا. هذا ديال الفشل صوت شي حاجه اخرى. ضيفنا حنايا في برنامجنا غادي يكون حاصل. يا سي مهيول بغيت نسولك واحد السؤال اللي محير. فعلا هو سؤال حيرني وطير النوم من عيني. ملي كتفشل كيفاش كتعامل مع الفشل؟ راه يديك اصاحبي مابقاش تدير بحال الله يرحمه راه عدوي انا بنادم يبقى يدير بحال هكا. انت صحفي وفنان ولا حط يدك ودوي
مالك اصاحبي؟ لا غير كنشرح لك. شرح ويدك ديرها هكا ولا هذا ما تهش عليه. واخا سي مهيول وقتاش غتبقى تتعدى علينا بالكوميديا ديالك؟ يلا جاوب السي مهيول. انا خلقني الله كوميدي، انا شكلي كوميدي، خلقني الله كوميدي. سي مهيول قربنا دابا الفطور غادي يأذن او ميم طون حنا كنهضروا كناكلوا ونناقشوا مواضيع. اذا الاذان دابا غيأذن انا ما عنديش مشكل. 3 2 1 اي حل صيامك سي مهيول. مرحبا بك، نهار كبير هذا، تفضل. عندي سكر انا ما كناكلش التمر. نعم مرحبا بك، انا فرحان لانك اليوم غتفطر معايا السي مهيول. لا ما عنديش مع الملح. عندي الطنسيون. لا هذه ناقصه شي شويه. نعم انا راه سولت عليك في الاعداد قالوا لي انت ما كتاخذش الملح. لا الملح عندي وما كتاخذش وحنا ميم طون كنهضر. لا البغرير لا والله ما كناكلو بالرب. نعم تفضل. او ميم طون ما كناكلوش ونسمن فيه الزيت. نعم خذ لك. هذه حلوه نقي لك. هذا فيها الزيت. لا شوف الله يرضي عليك تمشي لا ما يمكنش حيت رمضان خصك تفطر. صافي تفضل. انا فرحان بك السي مهيول. الله يبارك. ومرحبا بك. مرحبا بك، حلي صيامك تفضل. وكلوا ندير راسنا بحال اللي كناكلوا. عندك لي زاكسيسوار ما تاكلهمش كلهم. قول لي علاش مره كتشارك في التفاهه السي مهيول؟ التفاهه؟ نعم. التسليط. انت دابا كتسلقط عليا والله العظيم. لا حيت بعض المرات كتشارك في بعض المرات كاين شي حويجات كدور دون المستوى. شوف. كاين اعمال كديرهم زوينه تبارك الله عليك، اعمال ماشي في المستوى. غير ما تبقاش تعمل معايا بحال هكا. انا احترمت الجمهور انت كتهرب من الجواب. لا احترمتكم، هذاك الشيء ما بغيتش نتعامل معك واحد المعامله اللي غتبقى في التاريخ. تصدقني يا سي مهيول. وي غتبقى في التاريخ. لا كيف يعقل انك فنان بحجم مهيول تشارك في بعض الاعمال هي فلتة لسان؟ شوف يا استاذ، انا دابا نوريك غلطات اللي كل قمح عنده كيالو. درتي اعمال دون المستوى. كله دوق صاحبي. درتي اعمال دون المستوى صاحبي. خرجتوا على الموضوع، الله يجازيكم بخير، خرجتونا على الموضوع. كيفاش خرجنا على الموضوع؟ شنو هذا موضوع الحلقه كاع؟ شنو شاجن زعترش خرجتوا على الموضوع. جاب لي الله دخلوا التاريخ. سيروا تلعبوا مع قرانكم وديروا برنامج بعقلوا مع ناس عقال. سير تلعب. انا احترمتك على وجه عمك السنوسي، كنحترمو وكنقدرو لحد الان، واحترمتك كفنان. كلمة فنان تمرقلوا على عباد الله. خسرتي لي لا راك نضربك ومن حقي نضربك باش نردك للطريق. قلنا لك عندك اعمال زوينه وعندك اعمال بزاف عليك. سي مهيول طلق مني السنبق هذا، طلقني نمشي بحالي. سي مهيول باقي الضيفه المفاجاه. والضيفه سير خذها انت. سي مهيول طلق مني الله يرحم والديك. طلق مني يا اخوان نمشي بحالي. وانتم جايبين غاديني ضحكه بسهله هادي. وراه الجمهور اللي يعطيك السؤال ماشي انا سي مهيول. وانت يا عم سجن بغرفه وحده، حيت حل عليا الباب. حل عليا سي مهيول دقيقه. سي مهيول دقيقه. سي مهيول دقيقه. ارتاح شديني. لا ارتاح سي مهيول تفضل. سي مهيول دقيقه. اجلس اجلس هنا. الضيف ديالنا تعصب بزاف وحلف لك كمل البرنامج. كان خاص ضروري مراد يقول لي بلي شارك معنا في برنامج طلعات وبلي كل شيء مفبرك باش نقيسوا درجه الصبر والتحمل ديالو والمسامحه. قول لي فين غادي فين خاطيح في المصيده باين. عطيك اكثر من جدنا صاحبي. وهادشي معيق هادشي والله تا معيق. تفضل سي مهيول تفضل. معيق الشابي. لا والله لا عيقتي في هذا البرنامج، عيقتي بزاف صاحبي. وانا كنعاود لك عندي السكر، عندي كذا، عندي تاي قال لي كل عندي، وكنعاود لك رانا مريض. واخ سي مهيول وجيت تستفزني علاش؟ سي مهيول ارتاح دابا سي مهيول. مرتاح اخويا والله العظيم الا مرتاح. انا ما عنديش مشكل معك، انا في الامان. لا السؤال انا اللي محيرني سمحوا لي بزاف على هذا. لا اله الا الله ما عبداش بنادم راه دم ولحم. واش هذا فطور هذا دابا سي مهيول؟ سي مهيول حنا جبناك هنا باش نكرموك ونقشبوا معاك شويه، لانك انت فنان مغربي كبير كتستاهل كل الخير، وحضورك هنا هو شرف لينا. انت فنان نفتخر بك على كوميديا ديالك والتشخيص ديالك الرائع. هذا الجمهور راه هو اللي
دخل معنا في المقلب باش نقشبوا معاك ونشوفوا درجات التحمل ديالك. كانت غتجي معنا ضيفه ليا فاتي جمالي، قلبتي عليا الطابله ما فطور ما والو، هرستي عليا كل شيء. تحيه سي مهيوان. تحيه مهيوان. أخبار المسائية، أهلا بكم وهذا أبرز عناوينها. مبروك لجميع المغاربة، الفرحة تدخل القصر الملكي وهذه التفاصيل. ولكن قبل ذلك ما تنسوش ديروا جيم باش يوصلكم كل جديدة. وضعت الأميرة لاله أم كلثوم بوفارس زوجة الأمير مولاي رشيد مولودا جديدا بنت أطلق عليها الملك محمد السادس نصره الله اسم لاله خنساء. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير مولاي رشيد وهو يحتضن ابنته. وكان شقيق الملك محمد السادس قد عقد قرانه أواخر سنة 2014 بمراكش على لاله أم كلثوم ابنة المأمون بوفارس العامل السابق بعاصمة النخيل المدينة. وكان فراش الأمير مولاي رشيد قد ازدان بمولود أول الأمير مولاي أحمد في شهر ماي 2016. ألف مبروك للأمير مولاي رشيد والأميرة أم كلثوم والأسرة الملكية الكريمة. نشكركم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.